مساء الخير عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. النهاردة هنعمل مع بعض البيتزا. نعملها مع بعض بطريقة سهلة زي ما انتي شايفة، ومكونات بسيطة وعجينة قطنية هشة. يلا مع بعض نشوف هنعملها ازاي. هضيف كل المكونات معايا. هضيف معلقة الملح، على معلقة الزعتر، على الخميرة انت ممكن تحطي لها تعملي لها الاختبار، على السكر، واقلبهم كويس بالطريقة دي. وبعد ما قلبتهم كده اهو كويس، هبتدي اول حاجة هنزل بالمية. طبعا انا هعجن بايدي، مش هعجن بالمعلقة خالص. وبعدين هنزل باللبن بتاعي. طبعا المية دافية مش سخنة عشان مبوظت الخميرة. هعجن كله وارجع تاني. وزي ما انت شايفة في عجنت مش اقل من ربع ساعة. هبتدي بقى اخر حاجة هنزل بيها الزيت حسب ما ياخد معايا. والم العجينة. وهنا بعد ما عجنتها تاني اسيبها تستريح مش اقل من ساعة، ونرجع مع بعض نكمل طريقة البيتزا. والمكونات بتاعتي جبنة موزاريلا، طماطم، فلفل اخضر. السجق ده انا عاملاه وسلقاه كويس، لازم يبقى مستوي كويس جدا. زيتون. الصلصة بتاعت البيتزا انا عملتها معاكم. طماطمايه على توم، على معلقة زعتر، على كاتشب. قلبه كويس. ويلا مع بعض نشوف العجينة. بصي بقى العجينة القمر بتاعتي، يعني عجينة جميلة. هبتدي بقى افرغ الهواء اللي فيها. طبعا زي ما قلت لك دي مش مقادير بيتزا واحدة. تيجي اطلعها، قسمتها زي ما انت شايفة. اكون طبعا محضرة الصينية بتاعتي. وهي هاخدها. الصينية بتاعتي كبيرة زي ما انت شايفة، وبتيجي بالراحة خالص كده اهبط العجينة. واسيبها ترتاح شوية عشان تلمي لي الصينية كلها، تفردي الصينية كلها. ودي نفس الحكاية برضه. اضغط عليها ضغطة خفيفة كده اهو، وبرضه اسيبها ترتاح شوية. وهي بعد ما فردت بيها الصينية ابتدي اعملها بالشوكة بالطريقة دي كلها، عشان انا مش عايزاها عيش، لا اعملها كلها بالطريقة دي. محضرة البيتزا، محضرة الصلصة بتاعتي. ما كترهاش قوي صلصة البيتزا، ما تكترهاش قوي عشان ما تغيرلكيش طعم البيتزا، بس كده. وابتدي احط الحشوة. طبعا الحشوة زي ما قلت لك دي براحتك انت، حشوة فراخ، حشوة لحمة مفرومة، اي حشوة، جبن، اي حاجة. وابتدي احط
معاها بسطرمة، وهعمل رشة كده اهوت، رشة موزاريلا، واكمل الحشوات بتاعتي عادي. طماطم كده بسيطة خالص، وفلفل وزيتون طبعا زي ما انتي تحبي. اكمل بقية الموزاريلا بتاعتي، لازم ما تبقاش متلجة زي ما انتي شايفة كده اهو. اكون مولعة الفرن، لازم اي معجنات معايا لازم على فرن سخنة، وترجع ونشوفها مع بعض. وهي بعد ما طلعت بالشكل الجميل دوت هقطعها معاكم، وهي زي ما انت شايفة هقطع واحدة معاكي. سهلة وجميلة ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. باي باي.